محافظة المهرجان مجموعة من النساء اللواتي صنعن مجد الخشبة الجزائرية. ركح بقرموح الذي فتح فضاءه من جديد للجمهور خلال الطبعة السابقة احتضن عروضا عالجت مواضيع الربيع العربي ورفض الاستبداد والظلم برؤية شبابية. ورقة في الموضوع مع الزميل بلال لوراري. يسدل الستار اليوم على فعالية المهرجان الدولي للمسرح ببجاية بعد أسبوعين من العروض تحت شعار المسرح الطوري مسرح ملتزم، حيث شاركت فرق مسرحية من 20 بلدا، كما عاش جمهور عاصمة الحماديين عروضا فولكلورية شعبية مرافقة. وخصت إدارة المهرجان في السهرة ما قبل الأخيرة للطبعة التي طغت عليها مواضيع الثورة ضد الفساد والظلم حرائر المسرح الجزائري بتكريم نسائي لنساء صنعن مجد المسرح الوطني على مدار 50 سنة من الاستقلال، ومن بين اللواتي كرمن والمتوشحات بالبرنوس القبائلي والطاقم الفضي الخالص من الحلي التقليدية الخاصة بمنطقة بجاية أميرة الشاشة الصغيرة لأكثر من 40 سنة الفنانة القديرة فتيحة بربار، إلى جانب فنانات أخريات حظين بنفس التكريم، وهن فضيلة عسوس دوجاش عاشي وزوجة المرحوم عز الدين متجوبي وفريدة صابونجي وأخريات. بهذا نصل إلى ختام النشرة. مشاهدينا، شكرا لكم على طيب الإصغاء والمتابعة. تقبلوا تحية